اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ازيكم يا احلى متابعين في منوعاتم محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. زي ما انتم شايفين النهارده جايبه لكم طماطم المجنونه يا طماطم، ويلا بينا نشوف المجنونه بتعمل ايه في الجسم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احنا دايما بندخل الطماطم المجنونة في الاكلات بتاعتنا، سواء في السلطة او في الاكل عموما، في الطبيخ وفي كله. لكن كنتوا نعرف فوائدها ايه؟ لا، احنا بناكله وخلاص. بس بقى ايه؟ طلعت لها فوائد كبيرة جدا وجامدة جدا، وخاصة للرجالة. يلا بينا ونشوف. عصير الطماطم اللي احنا طبعا ما قليل منا خالص ان اللي بيعمل عصير طماطم. عصير الطماطم فوائده بقى ايه؟ الوقاية من امراض القلب وعلاج ضغط الدم، بيساعد على انتاج الكولاجين للبشرة، حاجة ببلاش كده الكولاجين. دعم عملية الهضم، تقليل الكوليسترول، الوقاية من السرطان، وللرجيم والتخسيس. يعني الطماطم سبحان الله زي ما قلنا هي موجودة طول السنة، علشان فوائدها الكتير جدا. زي ما قلنا بعض منها للقلب ولضغط الدم والكوليسترول والتخسيس. بس أهم فايدة فيها بقى اللي هي الايه؟ للرجال. أيوة، زي ما قلت كده في الفيديو الشورتز، إنها الفياجرا دي أقوى فياجرا. سبحان الله. عشان كده ربنا كده بعتها بتدنيها طول السنة موجودة. عشان كده بيسموها مجنونة، ومنقدرش نستغنى عنها. بس كنا نعرف فوائدها ايه؟ لا، أهم فوائدها زي ما قلت لكم إنها بتقلل التهابات في الجسم، بتعمل على تمنحك مظهرا خارجيا كذابا، تحسين الرؤية، بتعزز صحة الكلى، بتخط من أمراض الإصابة بمرض السكر، بتقلل يعني الإصابة بمرض السكر. ومفيدة جدا في عملية الهضم والبشرة، زي ما قلت لكم إنها بتعمل على تحسين الكولاجين في البشرة. حاجة طبيعية هي، من غير ما تروح تشتري حاجات قد كده لبشرتك. تستخدمها ماسك، تاكليها زي أي حاجة. وأهم حاجة زي ما قلت إنها مفيدة جدا للصحة للرجالة، لأنها بتقوي العملية الجنسية. وكمان فيها أوميجا 3، وبتحسن الدورة الدموية، وبتعمل على تدفق الدم إلى الدماغ. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم إنها مفيدة جدا، عشان كده موجودة طول السنة. سبحان الله، ما نقدرش نستغنى عن الطماطم في أي أكل أو في السلطة، أو يعني لازم كل يوم تاكلي طماطم بس بدون الإفراط. وأهم حاجة ملحوظة كمان إنها ما تتاكلش على الريق. زي ما قلنا إنها ما تتاكلش على الريق. يعني ما يكونش واحد ولا انت جايه جعانه تاخديلك حبايتين طماطم 3 كده وتقعدي تتسلي فيها، لا، غلط. لازم أن يكون في الاعتدال في الاكل. زي ما انتوا عارفين ان عدم الاسراف في الشيء
يعني أو الإسراء بيؤدي إلى يعني أضرار، مش ما تصرفيش في الحاجة أو في الأكل عموما. واللهم صل على سيدنا محمد. ومفيدة جدا للحامل، لأن انتوا عارفين إنها فيها حديد الطماطم، وفيها برضو حمض الفوليك، وكمان إنها بتزود الخلايا الدم الحمراء. انتوا عارفين إن الجسم عندنا ما يقدرش يستغنى عن خلايا الدم الحمراء، فهي ديت بتساعد على زيادة إنتاج الخلايا الدم الحمراء. عشان كده سبحان الله إن موجودة طول السنة. طول السنة الطماطم موجودة. وكمان حتى لو بتيجي في أوقات بتبقى غالية، بس في أوقات تانية بتبقى رخيصة، يعني ما حدش بيقدر يستغنى عنها بمعنى أصح طول السنة. دي من قدرة الله سبحانه وتعالى، ان الطماطم لان فيها فوائد كتير زي ما قلت لكم، واهم حاجة للرجالة، فعلشان كده موجودة طول السنة. اما في الطبيخ، اما في سلطة، او تعملها عصير، بس زي ما قلنا عدم الافراط. عدم الافراط في اكل الطماطم. ومش في الطماطم بس، في اي حاجة على فكرة، عدم الإفراط في أي حاجة. يعني مش علشان حاجة مفيدة بقى إننا ناكلها على طول باستمرار كده ونهمل بقية الخضروات. لأ، لازم أن يكون اعتدال في الأكل، واعتدال اللهم صل على سيدنا محمد في الخضروات. سواء حتى في لما تيجي تعملي رجيم، مش تقولي بقى لا هدني ناكل طماطم بس، لا هدني ناكل خس بس، لا هدني ناكل بتاع بنجر بس. لا، هو طبق السلطة طماطماية مع تبشري بتاع حتة من البنجر او بنجراية، او مع الخس. لازما سبحان الله الجسم بيبقى محتاج للألوان. والألوان دي موجودة فين غير في الخضروات اللي احنا بناكلها، زي اللون الابيض واللون الاحمر واللون النبيتي اللي هو بتاع البنجر. هو البنجر مش احمر، الطماطم اللي حمرا او بيدي لون احمر زي اللون النبيتي الغامق. الابيض في البصل، يعني كل الالوان. والبرتقاني في البرتقان، او في البنجر البرتقاني. سبحان الله كلها حاجات مفيدة. ويا رب تستفيدوا من الفيديو، وتاكلوا حاجة، كل حاجة باعتدال أو عدم إسراف في الشيء. ويا رب يرحموا المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وتستفيدوا من الفيديو ولو بمعلومة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.